السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قوافي. قوافي اليوم ستكون قوافي نبطية. شاعر من شعراء العراق المبدعين في هذا المجال من ذي قار بالتحديد، كان مشاركا في برنامج شاعر المليون في الإمارات العربية في أبو ظبي. وصل للمرحلة اللي قبل النهائية، سنتعرف عليه لكن بعد فاصل قصير. خليكم ويانا. فلاح البدري من العراق. تحية من الديار اللي فيها عز واثبات، أرض شيب الفلاح زايد الخيرات. أوجهها لبلادي قتلوي فرات. أنا باسم ذي قار ربعي واطلب الفزعات، والما يفزع ما وازيه. أنا عجبتني اليوم الغيرة تبين والما يفزع موازي. اي صح، مو غصب هي. يالله بل الريق وارطب لهاتي، واطلق لسان ما هدر بنمامه. السلام عليكم. شلون حالك؟ الله يحفظك والله بشرك. شلون السفرة كانت؟ سفرة والله الحمد لله ربك ما قصر، يعني اخذنا الكرت الذهبي والحمد لله. ان شاء الله تعوض تعبنا ان شاء الله. وربك ما ضيع تصويت العراق وكل الفازعين، وانا اشكر جهودك. الله يخليك والله العظيم، يعني ما ادري شلون فاجأتني. ما ادري بك ما غير الله يسلمك. ان شاء الله احنا نكون في استقبالك، لان انت من سيرفع ان شاء الله علم العراق في شعر المليون. السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. مثل ما نوهنا ضيفي لهذه الحلقة من شعراء النبط، من شعراء العراق وبالتحديد من ذي قار، شاعر مبدع. رحبوا معي بالشاعر المبدع فلاح البدري. الله بالخير استاذ فلاح. الله بالخير والعافية. شلونك؟ سمير حياك. أمورك؟ أرجو أنه ما تعبناك اليوم وأخرناك. والله أستاذ سمير، أنت من تقول تعبناك وأخرناك، هذا أنا أعتبر عبء آخر علي، لأن أنتم ما أستطيع أن أشكر استقبالكم لي بالمطار شلون كان. نعم. والتكلفة على زملائك المصورين اللي هم الجنود المجهولين خلف الكواليس. هاي أسرة قوافي ديدنها هو خدمة الشعر في أي مكان. حقيقة لكم فضل علي لن أنساه، يعني كدعم إعلامي، يعني من المطار إلى أن وصلت إلى القناة الآن، وأنا على قناة العراقية.